شوقي طبيب يتكلم على العميد، يتكلم على حرب على الفساد، يتكلم من مخاوف ومن دولة مافيوزية. وقت اللي كان عميد أنا صوت له، يعني نظنه هول شوية. أنا ما عندي حتى دليل ولا حجة موجودة اللي ثم سرقة. لم يكن جريئا في حديثه عن الفساد، لم يكن جريئا في مصارحة الشعب. نعرفوا أن موضوع الفساد استفحل في بلادنا، وخاصة هو من قبل استفحل وزاد استفحل أكثر وزاد تعمق بعد الثورة. علاش في كل الوزارات وقع تقديم ملفات فساد كبرى؟ كيما محاربة الإرهاب عملية صعيبة وصعيبة جدا، كذلك محاربة الفساد ممكن محاربة الإرهاب أسهل من محاربة الفساد.